الخوذه اللي واخده شهاده الدوت ممكن تقتلك؟ تعالى اقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها لك. طيب هما عملوا الشهاده دي في امريكا في 74، بس كان في شويه مشاكل. تعالوا نتكلم فيها. مشاكلنا دلوقتي هنبدا فيها هي في تفاصيل الشهاده او في المعيار اللي حطاه الشهاده، قبل ما نتكلم عن مشاكل الشهاده نفسها. اول معيار هو بيقول ان لما السائق يخبط بدماغه في اي حاجه او يحصل تصادم، ان القوه اللي توصل لدماغ السائق لا تتعدى 400 جي. تمام. طيب هم حاطين المعيار ان الخوذه توصل ل 400 جي لدماغ السائق. طب معلش، هو السائق اصلا دماغه مش هتقدر تستحمل 400 جي دول. هو مجرد ما يتخبط مش هيقدر يستحمل اكتر من 300 جي. فانت بتقول لي حط معيار ان هو ما يعديش 400 جي، بس المشكله ان دماغه اصلا مش هتستحمل 300 جي. طيب هتقول لي مش فاهم ايه الفكره. هقول لك ان انا عايزك تعمل خوذه لما يحصل تصادم الخوذه ما توصلش لدماغ السواق اكتر من 300 جي. ده المفروض الصح السليم عشان السائق ما يموتش. انا حاطط لك معيار بقول لك خليها ما تعديش 400 جي. طب ما ده كده معناه ايه؟ مش مهم السائق، بس المهم ايه؟ المعيار. طيب تاني مشكله في الاختبارات اللي هم حاطينها للخوذه او المعايير اللي هم حاطينها للخوذه ان هم مش عاملين اختبار للتشين، الجزء الخاص بالدقن. فده معناه ان انت اي خوذه هتجيبها سيرتيفايد من دوت، التشين مش معمول لها اختبارات ومش حاطينها في حسبان السيفتي، هي شكل بس. فدي حاجه يعني انا اظن ان الدقن مهمه لو انا سايق بخوذه فول فيس على سرعه مثلا 150 160. فدي تاني مشكله معانا. نيجي بقى للمشكله الاكبر او ذا elephant in the room. يعني دول كام دول؟ ماشي، 20,000 دولار عشان نضرب الاختبار. ايه نضرب الاختبار؟ يعني ايه نضرب الاختبار؟ بص، هو المشكله في اختبار الدوت ان الشركه اللي بتعمله لنفسها. ازاي بقى؟ ازاي؟ هقول لك انا الضحك. دلوقتي انا معايا خوذه بتاعتي، انا اللي مصنعها. تمام. طيب انا افترض ان دي الخوذه. طيب معيار السلامه بيقول ان الخوذه ما تتكسرش من 5 وقعات. طيب وقعه، التانية، التالتة مثلا. المعيار انت اللي بتحطه لنفسك او انت اللي بتطلع لنفسك الشهاده، دي كارثه. انت عارفين انت اللي بتراجع على نفسك او انت اللي بتقول انا شهادتي واخده، انا خوذتي واخده الشهاده بتاعت الدوت او لا. فدي الكارثه الكبرى في شهادات الدوت. وفي خوذ كتير قوي منتشره واخده شهاده الدوت سيلف سيرتيفايد، يعني مفيش اصلا حد بيراجع عليه. واخر حاجه ان هم بيلموا عينات عشوائيه كل فتره ومن الخوذ اللي واخده شهادات دوت، وبيكتشفوا ان نصهم واكتر مش معدي في الشهادات، لان هم بيختبروا الاماكن الكويسه في الخوذه. الشركات اللي بتصنع الخوذه بيختبروا الاماكن الكويسه فيها، والاماكن الضعيفه اللي هم عارفين ان هي فيها ويك سبوت مش بيختبروها. فلما بيعملوا اختبارات عشوائيه كل كام سنه بيكتشفوا ان 3/4 الخوذ اللي واخده دوت في السوق مش معتمده. طيب نهايه الفيديو ده ايه؟ نهايه الفيديو ان انا مش بقول ما نشتريش خوذ دوت، لا، لو خوذ دوت سعرها رخيص والناس جربتها كويس، واي نوت نشتريها نجربها نشوفها. في شركات كتير على فكره بتعمل خوذ دوت واي سي اي وبتعمل كذا حاجه. بس الفكره كلها في الخوذ مجهوله المصدر اللي بتبقى واخده الدوت. تلاقي خوذه موجوده في الشارع شكلها حلو قوي، بس هي واخده شهاده الدوت، ما تعرفش شركتها الام فين اصلا، ملهاش شركه، ملهاش براندنج اصلا، مش مكتوب عليها اي تفاصيل، مش عارف توصل للمصدر بتاعها. فكل الحاجات دي عشان تبقى عارف مش هتحميك وهتبقى بتسبب كارثة. فدايما الافضل تشتري حاجة تكون معتمدة وكويسة، ولو واخدة دوت على الاقل تكون من شركة محترمة. بس كده، سلام.